العباس أحمد جعفر الخزرجي السبتي، ولد بسبتة سنة 524 هجرية، أكبر أولياء مدينة مراكش وأحد رجالاتها السبعة. مات والده فاضطرت أمه إلى إرساله إلى حائك لتعلم حرفة مقابل أجر. وبما أن أبا العباس كانت له رغبة في العلم، فإنه كان كما تقول الروايات يفر من معلم حائك ليلتحق بكتاب الشيخ أبي عبد الله محمد الفخار فتلحق به